بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين مع بعض شرح ثيم 4 يونت 4 كونسبت 4.1. طبعا كونسبت 4.1 يا شباب بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن effects of gravity، يعني تأثيرات الجاذبية. تأثيرات ايه؟ الجاذبية، يعني الجاذبية بتأثر ازاي على ال different bodies او ال different objects او الاجسام المختلفة. ان شاء الله النهاردة هنبدأ نشرح مع بعض lesson 2، بس كالعادة وفي بداية كل حلقة بفكركم بالتولز او الادوات اللي لازم تكون موجودة معاكم: ورقة وقلم والكتاب بتاعنا، او ورقة وقلم والمذكرة اللي هنذاكر منها، عشان يبقى بتسمع وبتشوف وبتكتب كمان معايا، وبكده يبقى انتم ذاكرتم معايا الليسون بتاعنا اول باول. ودلوقتي هطلع فاصل صغير جدا تكونوا جبتوا الادوات بتاعتكم وجيتوا تتابعوا حلقة النهاردة للنهاية. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نبدأ نشرح مع بعض ليسون 2 في كونسبت 4.1. هنبدأ النهاردة بالاكتيفيتي نمبر 5 او بالنشاط رقم 5 اللي بيتكلم عن ايه يا شباب؟ فورسز، القوى. تمام، يعني هناخد انواع القوى المختلفة اللي ممكن ندرسها في الكونسبت بتاعنا. بس في البداية هنسأل نفسنا كده كام سؤال علشان نعمل ريفيجن او مراجعة على الجزء اللي فات. بيقول لي look at the following pictures، بص على الصور دي، then put right or wrong، ثم ضع علامة صح أو علامة خطأ. The kick is a force that causes the ball to move. هل الشوطة أو الخبطة اللي حضرتك خبطتها للكورة دي هي اللي تسببت في حركة الكورة أو في تحريك الكورة؟ رايت ولا رونج؟ برافو عليكم، رايت. طبعا الكورة عمرها ما تتحرك إلا إذا أنا شطها، صح كده؟ طب نمبر 2، the paper clips can be attracted to the magnet if the magnet doesn't touch them. يعني دبابيس الورق هتنجذب ناحية المغناطيس حتى لو المغناطيس لم يلمس هذه الدبابيس. يعني الدبابيس دي هتتشد للمغناطيس حتى لو المغناطيس ما لمسش الدبابيس. رايت ولا رونج؟ طبعا رايت. ليه؟ علشان الماجنت ده او المغناطيس ده بيتمتع بقوة اسمها ماجنيتيزم، القوة المغناطيسية، ودي قوة ما بتتشافش. تمام، بس تقدر تحس بتأثيرها امتى؟ لما الدبوس ينشد ناحية المغناطيس، صح كده؟ جميل جدا. يبقى هنا في فورس لما الولد شد الكورة، في قوة حركت الكورة، وهنا في قوة تانية شدت الدبابيس ديت ناحية الماجنت. جميل جدا. قال لي طب تعالى كده نكمل مع بعض. Forces are needed to make things move. القوة احنا بنحتاجها علشان بتحرك الأجسام. يعني عشان الجسم يتحرك محتاج قوة تحركه. قلت له طب يعني ايه فورس؟ راح كاتب لي الديفينيشن بتاع فورس او تعريف القوة. Force it is a pull or a push that is applied to an object. يعني ايه القوة؟ هي عبارة عن يا اما شد او دفع بيطبق على الجسم، يا اما تشد الجسم يا اما تزقه. تمام كده؟ ده كده معنى كلمة force او الديفينيشن بتاع كلمة force. بيقول لي كمان forces can affect different objects in two ways which are contact force and non-contact force. يعني القوة بتؤثر على الأجسام المختلفة بطريقتين مختلفين. ايه الطريقتين دول؟ يا اما contact force، قوة ملامسة، يعني عشان الجسم يتحرك لازم تكون في قوة بتلمسه، او non-contact force وهي القوة الغير ملامسة، ممكن عشان الجسم ده يتحرك محتاج قوة ما تكونش بتلمسه. طيب ازاي تبقى كونتاكت وازاي تبقى نون كونتاكت؟ هنقول دلوقتي، بس الاول نعرف يعني ايه موشن، يعني ايه حركة. It is a change in the position of an object compared to another object. يعني ايه؟ هو تغير في موضع الجسم مقارنة بجسم اخر. يعني دلوقتي لو انت واقف جنب الباب هقول مثلا سي محمد جنب الباب، صح كده؟ طب لو بعدت هقول محمد بعد عن الباب.
انا كده بقارن الحركة بتاعت محمد بجسم تاني، صح كده؟ يعني مكان محمد اتغير بالنسبة للباب، مرة كان قريب من الباب ومرة كان بعيد عن الباب. ده المقصود بيه change in position، تغيير الوضع. طيب انا لما جيت اقارن حركة محمد قارنتها بايه؟ قارنتها بجسم تاني اللي هو مين؟ الباب، صح كده؟ انا قلتها لكم بس ببساطة عشان تفهموا يعني ايه الكلام ده. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي دلوقتي حضرتك قلت من شوية ان forces can act different objects in two different ways which are contact force and non-contact force. يعني قلت لنا ان القوة بتأثر على الأجسام المختلفة بطريقتين مختلفين، اللي هي طريقة القوة الملامسة والقوة الغير ملامسة، صح كده؟ طيب يعني ايه بقى contact force ويعني ايه non-contact force؟ وعايزين examples عليها يا مستر او امثلة عشان نفهمها كويس. بيقول لي in contact force في القوة الملامسة the two objects need to contact each other for the motion of one object. يعني في القوة الملامسة أو في الطريقة بتاعة القوة الملامسة لازم الجسمين يلمسوا بعض عشان جسم منهم يتحرك. قلت له زي إيه مثلا؟ قال لي as when you kick a ball، زي ما أنت كده بتيجي تشوط الكورة لازم رجليك تلمس الكورة عشان الكورة تتحرك، صح؟ قال لي your foot must contact the ball to make it move، يعني لازم رجليك تلمس الكورة عشان تجعلها تتحرك. قال لي طب في الطريقة التانية اللي هي in non-contact force، طريقة القوة الغير ملامسة، قال لي the two objects don't need to touch or contact each other for the motion of one object. يعني في الطريقة دي الجسمين مش لازم يلمسوا بعض ولا يكون في أي تلامس ما بينهم وما بين بعض علشان جسم واحد بس فيهم يتحرك. قلت له زي إيه مثلا؟ قال لي as the magnet doesn't need to touch the paper clips to attract them، يعني زي المغناطيس كده مش محتاج يلمس الدبابيس الورق علشان يجذبهم ناحيته، صح؟ الدبوس محطوط قريب من المغناطيس فالمغناطيس شده، صح كده يا شباب؟ عرفنا يعني ايه كونتاكت فورس ويعني ايه نون كونتاكت فورس؟ جميل جدا. تعالى بقى نجاوب على السؤال ده. how things move، كيف تتحرك الأشياء أو الأجسام؟ قال لي forces can pull or push objects in different directions. القوة تستطيع سحب أو دفع الأجسام في اتجاهات مختلفة، يعني يا تشد الجسم يا تزقه، تمام كده؟ بس في اتجاهات مختلفة في الاتجاه اللي انت عاوزه. قال لي بس some forces are weak، بعض القوى بتكون ضعيفة. زي ايه؟ قال لي like the push force needed to move a toy car، زي القوة اللي انت محتاجها عشان تزق بيها عربية لعبة. قال لي while other forces are strong، بينما هناك قوة أخرى بتكون قوية. زي ايه؟ قال لي like the push force needed to move a real car، زي القوة اللي انت محتاجها عشان تزق بيها عربية حقيقية، صح؟ هنا need force to move وهنا need force to move، بس الفورس الأولانية هتكون weak ضعيفة، أما الفورس التانية هتكون ايه؟ strong قوية، صح كده؟ يبقى أي جسم عشان يتحرك محتاج فورس، محتاج قوة عشان تحركه، تمام كده؟ طيب تعال نكمل. قال لي طب أنا دلوقتي عايز أعرف التايبز اوف فورسز، أنواع القوة علشان أعرف أنا بتكلم على أنهي نوع قوة بالظبط. بيقول لي the following examples، الأمثلة التالية show the cause and the effect of some different types of forces، يعني هتوضح لنا السبب والنتيجة أو السبب والأثر لأنواع مختلفة من القوة، تمام كده؟ يعني سبب تحريك الجسم والنتيجة اللي هو الجسم اتحرك ازاي أو عمل ايه يعني. قال لي تعالى نبدأ كده بنمبر 1 أو رقم 1 معانا وهو ماجنت، المغناطيس. قال لي هذا kind of invisible force، ده نوع من أنواع القوة الغير مرئية، invisible يعني ما بتتشافش، that can't be seen اللي ما بستطيعش إن أنا أشوفها، known as magnetism، يعني القوة بتاعت المغناطيس اسمها magnetism، القوة المغناطيسية، ودي قوة مالها invisible يعني can't be seen، لا ترى يعني ما بتتشافش. طب يعني ايه magnetism؟ يعني ايه قوة مغناطيسية؟ قال لي it is the force of attraction or repulsion between two magnets or between a magnet and an object، هي قوة جذب
أو تنافر ما بين مغناطيسين أو ما بين مغناطيس وجسم تاني. attract يعني ينجذبوا ناحية بعض، تمام، اللي هي attraction يعني يعني انجذاب. أما repulsion يعني تنافر، يعني يبعدوا عن بعض. والكلام ده بيحصل يا إما ما بين مغناطيسين يا إما ما بين مغناطيس وجسم تاني. اتفقنا كده؟ قال لي طب يا ترى المغناطيس بيعمل إيه؟ بول ولا بوش؟ بيعمل شد ولا بيعمل دفع؟ قال لي بيعمل الاتنين. طب ازاي يا مستر؟ بيقول لي magnet can exert a pulling force or a pushing force using the force of magnetism. يعني المغناطيس يستطيع أن يبذل قوة شد أو قوة دفع باستخدام القوة المغناطيسية اللي موجودة فيه. طب امتى تبقى pulling وامتى تبقى pushing؟ امتى تبقى شد وامتى تبقى دفع؟ قال لي pulling force of a magnet الكوز بتاعها أو السبب بتاعها a magnet pulls paper clip up. يعني ايه؟ يعني المغناطيس شد او جذب دبابيس الورق ناحيته لفوق كده مثلا، هم محطوطين على الترابيزه وانت جبت مغناطيس فوق الترابيزه كده فتشدوا للمغناطيس. طب الافكت ايه الاثر او ايه النتيجه لو قربت مغناطيس من دبابيس ورق؟ قال لي paper clips move to the magnet. دبابيس الورق هتتحرك الى المغناطيس. قال لي طب امتى المغناطيس يعمل pushing force قوه دفع؟ قال لي a magnet pushes away another magnet. لما يكونوا مغناطيسين متشابهين في مغناطيس بيدفع او بيزق الاخر في الاتجاه اللي عكسه. يعني لو قربت الريد بول من الريد بول والبلو بول من البلو بول هيبعدوا عن بعض. ليه؟ لان هم شبه بعض. المغناطيس لما يكون فيه اجزاء متشابهه بيعملوا ريبالشن، بيتنافروا، بيبعدوا عن بعض. فانت لو قربت المتشابهين من بعض هيبعدوا عن بعض. اما لو قربت الازرق من الاحمر او الاحمر من الازرق هيحصل اتراكشن، هيحصل تجاذب. بس احنا هنا بنتكلم عن البوشنج فورس، فانا هقرب السيميلر بولز الاقطاب المتشابهه من بعضها عشان يعملوا ايه؟ push away another magnet. يعني ايه؟ يدفعوا بعيدا عن المغناطيس الاخر. قلت له طب الافكت ايه التاثير؟ the other magnet is pushed away. المغناطيس الاخر هيبتعد او هيبعد بعيد عن المغناطيس الاولاني. ويبقى احنا كده خلصنا الفيرست اكزامبل او المثال الاول. تعالوا نروح بقى للامثله الباقيه. زي ايه مثلا؟ قال لي ويند انرجي او طاقه الرياح، دي ليها قوه هي كمان او عندها فورس، صح؟ ممكن تحرك بيها اي شيء. قال لي طب قول لي الكوز والافكت. قال لي wind pushes the blades of a wind turbines. يعني ايه؟ الرياح بتدفع البليدز اللي هي الشفرات بتاعه التوربين اللي بيشتغل بطاقه الرياح. طيب لما الهواء يزق الشفرات دي اللي هي شبه الريشه بتاعه المروحه، قال لي when turbine blades move الشفرات ديت هتتحرك. قلت له طيب انا عارف المعلومه دي. طيب المعلومه الثالثه، قال لي you squeeze a spring. ضغطت على سوسته وهي على الترابيزه وسبتها، ايه اللي يحصل؟ الضغطه بتاعتها هتتفك والسوسته هترجع لوضعها الطبيعي، صح كده؟ قال لي الافكت the spring pushes back when you leave it free. السبرينج اللي هو السوسته ديت هترجع او هتدفع نفسها مره اخرى لما تتركها حره. لما تبطل تضغط عليها هي هترجع للوضع اللي كانت موجوده فيه. قال لي كمان الجرافيتي. gravity pulls a cup you drop to the floor. يعني الجاذبية بتسحب أو بتشد الكوباية اللي أنت رميتها على الأرض، بتسحبها ناحية الأرض. طب إيه الإفكت أو إيه التأثير؟ قال لي the cup falls to the ground. الكوب بيسقط على الأرض. كل دي كده examples ل different types of forces أو لأنواع مختلفة من القوة. تمام كده؟ بس كلهم بيشتركوا في حاجة واحدة، إن هما move things، بيحركوا الأشياء. أي فورس بتعمل إيه؟ move things، بتحرك أشياء. قال لي طيب في نوت كده صغيرة عايزك تاخد بالك منها، هي نوت ما بين الجرافيتي والماجنت، يعني مقارنة ما بينهم كده. gravity can exert only a pulling force. الجاذبية بتبذل قوة شد فقط. while a magnet بينما المغناطيس can exert a pulling or a pushing force، بتبذل قوة شد أو قوة دفع. يعني المغناطيس بيعمل الحاجتين مش حاجة واحدة.
اتفقنا كده يا شباب؟ نكمل مع بعض. وصلنا لسؤال تشيك يور اندرستاندينج، سؤال اختبار الفهم. طبعا مستر احمد ندى مش بيحل الاسئله ديت، بس بيشرحها لنا ويسيبها لنا نحلها ونكتب اجاباتها في الكومنتس. نقرا اول سؤال كده مع بعض. Objects don't need force to move. الأجسام لا تحتاج قوة علشان تتحرك. تاني سؤال. The magnet can exert pull or a push force. المغناطيس يستطيع بذل قوة شد أو قوة دفع. right ولا wrong؟ انتوا اللي هتقولوا. If you drop a cup to the floor, it will fall down toward the ground due to gravity. لو انت رميت كوباية على الأرض بتتشد أو بتسقط لأسفل وتتشد بسبب الجاذبية ناحية الأرض. رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتقولوا. يلا بسرعة وقفوا الفيديو واكتبوا لنا الإجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي أسفل الفيديو. تعالوا بقى نبدأ في الأكتيفيتي نمبر 6 أو في النشاط رقم 6 اللي هو بيقول لي بعد كل الشرح دوت وات از جرافيتي؟ ما هي الجاذبية؟ تقدر تكتب لي ديفينيشن يقول لي يعني إيه جاذبية؟ بيقول لي أولاً كده we find the effect of gravity in everything around us. إحنا نستطيع أن نجد تأثير الجاذبية في كل شيء موجود حوالينا. إزاي؟ أي شيء بتحدفه مثلا من البلكونة بيقع على الأرض. ولد راكب عجلة وقع بيقع على الأرض، صح؟ بيتشد لتحت، صح ولا غلط؟ رميت ورقة من البلكونة، رميت كتاب، قلم وقع من على الترابيزة، كل ده بيحصل له pulling force أو قوة شد toward the ground ناحية الأرض. طيب يعني إيه gravity بقى؟ It is the force of attraction that exists between objects that have mass. يعني إيه؟ الجاذبية هي قوة الجذب اللي موجودة ما بين جسمين عندهم كتلة أو لديهم كتلة. أي جسمين عندهم كتلة يعني ليهم تقل هيبقى موجود ما بينهم attraction force، قوة جاذبية أو قوة جذب اسمها gravity. قلت له طيب تعال نكمل سوا. We know gravity is a force because we can see its effect around us such as when something falls. يعني ايه؟ نحن نعلم او احنا نعرف ان الجاذبية عبارة عن قوة. طيب ليه هي قوة؟ قال لي لاني بشوف التأثيرات بتاعتها حواليا. زي كده ما في اي شيء يقع على الارض ده التأثير بتاعه او حصل نتيجة الجرافيتي او بسبب الجرافيتي. يبقى انا كده عرفت ان الجسم اللي وقع ده وقع بسبب الجرافيتي. يبقى الجسم اتحرك، يبقى اكيد في فورس اللي هي الجرافيتيشنال فورس، قوة الجاذبية اثرت عليه. تمام كده؟ قال لي فور اكزامبل، يعني وعلى سبيل المثال اقول لك امثلة تانية زي ايه؟ قال لي an egg could slip out of your hand and fall to the floor. يعني ايه؟ يعني بيضة اتزحلقت من ايدك، تمام، فهتسقط على الارض. شيء طبيعي ومنطقي انها تقع على الارض due to gravity بسبب الجاذبية. قال لي when you drop a ball or a book it falls down toward the ground. لما بتلقي كورة او كتاب يعني لما بترميهم يعني بيسقطوا تجاه الارض ناحية الارض. كمان بيقول لي the force of gravity keeps us from floating into space like that happens with astronauts. يعني قوة الجاذبية هي اللي بتحافظ علينا وبتمنعنا من ان احنا نسبح في الفضاء او نطفو في الفضاء زي ما بيحصل لرواد الفضاء. يعني ان احنا نفضل مرتبطين بكوكب الارض او ثابتين على كوكب الارض ده بسبب الجرافيتي، بسبب الجاذبية. تمام؟ كمل سوا. بيقول لي بقى دلوقتي in space في الفضاء there are big and small planets. في كواكب كبيرة وفي كواكب صغيرة. طيب مين فيهم اللي الجرافيتي بتاعته أكبر، الجاذبية بتاعته أكبر؟ قال لي where bigger planets have more gravity than that of smaller planets. يعني الكواكب الأكبر عندها جاذبية أكتر من الكواكب الأصغر. يعني الكوكب الكبير جاذبيته أكتر من الكوكب الصغير. طيب إيه تاني؟ قال لي the force of gravity keeps the planets revolve in their orbits or in fixed passes around the sun. كمان قوة الجاذبية هي اللي بتحافظ على الكواكب دي إنها تفضل تدور in their orbits في المدارات بتاعتها، يعني في الدوائر اللي بتلف فيها on fixed passes أو في المسارات الثابتة بتاعتها حوالين الشمس. يعني اللي بيخلي الكواكب تلف حوالين الشمس
في اماكن محدده او في دوائر ثابته، دي الفورس اوف جرافيتي او قوه الجاذبيه. قلت له طيب نقدر نقول معلومه صغيره هنا بقى. بيقول لي like the gravity of planets in space we can say that، يعني مثل الجاذبيه اللي موجوده ما بين الكواكب في الفضاء، احنا نقدر نقول معلومه صغيره on the earth's surface على سطح كوكب الارض objects with large masses have more gravity than that of objects with small masses. يعني الأجسام اللي ليها كتلة كبيرة عندها جاذبية أكتر من الأجسام اللي ليها كتلة صغيرة. يعني الجسم التقيل جاذبيته أكبر، الجسم التقيل يقع ناحية الأرض بسرعة أكتر، صح؟ يعني يتشد بقوة أكبر، يعني الجرافيتي بتاعته أكتر. اتفقنا كده يا شباب؟ فهمنا النوت دي أو الملحوظة دي؟ نكمل مع بعض. وصلنا لسؤال check your understanding، سؤال اختبار فهم، والسؤال هنا complete، سؤال عبارة عن أكمل الجمل التالية. بيقول لي number 1 gravity is the نقط of attraction between objects that have. ايه ده يا مستر؟ انا شفت الديفينيشن ده قبل كده، شفت التعريف ده قبل كده، صح؟ الديفينيشن بتاع الجرافيتي شايل منه كلمتين وعايزني انا اكمل، يبقى حفظ الديفينيشنز او حفظ التعريفات مهم جدا. طبعا انتوا اللي هتكملوا، راجعوا المعلومات اللي انا قلتها وانتوا اللي هتكتبوا الاجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو. بيقول لي when an egg slips out of your hand، لما بيضة تقع من ايدك، نقط pulls it toward the ground، ايه اللي هيشدها ناحية الارض؟ so the egg breaks، علشان كده البيضة اتكسرت. انتوا اللي هتقولوا مين اللي شد البيضة ناحية الارض. بيقول لي big objects have نقط gravity than small objects، يعني الاجسام الكبيرة عندها جاذبية. ايه علاقتها بالاجسام الصغيرة، او ايه علاقة الجاذبية بتاعت الاجسام الكبيرة بالاجسام الصغيرة؟ ناقص كلمة احنا اللي هنكملها من دماغنا. اتفقنا كده يا شباب؟ لحد هنا الدنيا واضحة والمعلومات سهلة؟ جميل جدا، نكمل مع بعض. دلوقتي هنروح للاكتيفيتي نمبر 7 او للنشاط رقم 7. بيقول لي the force of gravity، قوة الجاذبية. تعال ندرسها ونتعمق فيها شوية كمان. بيقول لي you have learned that gravity is the force of attraction between objects، يعني انت اتعلمت ان الجاذبية هي عبارة عن قوة الجذب اللي ما بين الاجسام وبعضها. وراح قايل لي هنا جملة مهمة جدا what goes up must come down، اي جسم بيطلع لفوق لازم ينزل لتحت مرة تانية. يعني هو طالع لفوق صح، اتجاهه هيتغير وينزل لتحت مرة تانية. ليه بقى؟ بيقول لي gravity changes the direction of anything you throw into the air، الجاذبية بتغير اتجاه اي شيء بيترمي في الهواء لفوق. اي شيء ترميه في الهواء لفوق الجاذبيه بتغير اتجاهه، بدل ما هو طالع يعكس الاتجاه بتاعه ايه وينزل. تمام كده؟ قال لي طب اشرح لي، اديني اكزامبل كده او مثال صغير واشرح لي. قال لي خلينا على المثال بتاع البول ديت او الكوره ديت. بيقول لي if you throw a ball into the air the ball will go up into the air and then fall down back to the ground every time. يعني لما بترمي كوره في الهواء الكرة ديت بتتحرك لأعلى، تمام، وبعدين بتسقط لأسفل وترجع للأرض. كل مرة بتحدف فيها الكرة لفوق بيحصل نفس الحوار، تطلع لفوق صح، بعد شوية تنزل لتحت. قال لي as the ball flies through the air، والكرة طايرة في الهواء its movement changes، يعني ايه؟ حركتها بتتغير. قلت له ازاي؟ قال لي where at first the ball is moving up then its direction changes as it starts falling down towards the ground. يعني في البداية بتبقى الكرة بتتحرك لأعلى، بتطلع لفوق، بعد كده اتجاهها بيتغير وتبدأ تسقط لأسفل ناحية الأرض. طب وبعدين مين اللي غير اتجاه الكرة؟ الجرافيتي. بيقول لي the pole's direction changes because the gravity force is acting on the pole، يعني اتجاه الكرة اتغير لأن الجاذبية أو قوة الجاذبية هي اللي أثرت على الكورة وغيرت اتجاه. تمام كده يا شباب؟ كمل سوا. قال لي في نوت أو ملحوظة صغيرة هنا خد بالك منها. Gravity doesn't only act on falling or moving objects but also it acts on objects
that don't move such as a boy sits on a chair or a book on a shelf. يعني ايه؟ الجاذبية مش بتأثر بس على الأشياء اللي بتسقط أو الأشياء اللي بتتحرك، ولكن بتأثر أيضا على الأشياء اللي ما بتتحركش. زي ايه؟ قال لي زي ولد قاعد على كرسي. ايه اللي مثبت الولد والكرسي على الأرض؟ الجرافيتي. أو كتاب محطوط على رف معين في المكتبة، ايه اللي مثبت الكتاب على الرف ده؟ برضو الجرافيتي. يبقى زي ما الجرافيتي بتأثر على الأجسام اللي بتتحرك، بتأثر كمان على الأجسام اللي هي don't move أو اللي ما بتتحركش. اتفقنا؟ نكمل مع بعض. قال لي دلوقتي احنا عايزين نتكلم على gravity and mass. ايه علاقة الجاذبية بالكتلة؟ قال لي حضرتك قلتها لنا من شوية ان as mass increase gravity increase. كل لما الكتلة تزيد الجاذبية تزيد، صح كده؟ برافو عليكم، فاكرين المعلومة. طيب تعالوا نطبق المعلومة ديت على السولار سيستم او على النظام الشمسي، وكمان نطبقه على الارض والقمر. بيقول لي all objects have gravity because they all have mass. يعني ايه؟ كل الاجسام اللي في الكون ليها جاذبية لان كل الاجسام ليها كتلة، واحنا اتفقنا اي جسم عنده ماس، عنده كتلة، هيكون عنده جرافيتي، صح كده؟ طيب مين بقى اللي عنده جرافيتي اكتر؟ قال لي objects with greater mass exert greater force on objects around them as in the earth and moon system. يعني ايه؟ الاجسام اللي كتلتها اكبر بتبذل قوة اكتر على الاجسام اللي موجودة حواليها، زي ما هو موجود في النظام اللي بيحكم حركة الارض والقمر مع بعض. طب ازاي؟ قال لي الارض تقلها الماس بتاعتها اكتر من المون، يبقى الارض جاذبيتها اكتر من القمر، يبقى الارض هي اللي هتتحكم في حركة القمر وهتجبره يلف حواليها، صح كده؟ برافو عليكم. قال لي تعالى بقى وانا اوضح لك. Earth is bigger than the moon. الارض اكبر من القمر and it has more mass وليها كتلة اكبر. So Earth has a stronger gravity than the moon. وعلشان كده الأرض عندها جاذبية أكتر من القمر. قال لي also the gravity of the moon causes the attraction of the Earth towards the moon. كمان الجاذبية بتاعة القمر بتتسبب في انجذاب الأرض ناحية القمر، يعني الاتنين بيتشدوا ناحية بعض. طب وبعدين؟ قال لي the moon stays in a fixed orbit around the Earth due to the gravitational force of the Earth. وعلشان كده القمر بيظل ثابت في المدار بتاعه او بيلف في فيكسد اوربت، في مدار ثابت حوالين الارض بسبب قوة الجاذبية بتاعة الارض اللي بتأثر على المون او اللي بتأثر على القمر. تمام كده يا شباب؟ فهمنا الجزئية دي؟ نكمل سوا. وصلنا لسؤال check your understanding او سؤال اختبار الفهم. بيقول لي put right or wrong، ضع علامة صح أو خطأ. طبعا أنا مش بجاوب الأسئلة دي، بسيبها لكم أنتوا تجاوبوها عشان أتأكد إن المعلومات وصلت لكم بشكل مظبوط وإن أنتوا ذاكرتوا الفيديو كويس. بيقول لي gravity doesn't change the object's direction. الجاذبية لا تغير اتجاه الجسم. right ولا wrong؟ أنتوا اللي هتقولوا. all objects that have mass must have gravity. كل الأجسام اللي عندها كتلة لازم يكون عندها جاذبية. right ولا wrong؟ برضو انتوا اللي هتقولوا. يلا وقفوا الفيديو بسرعة واكتبوا لنا الإجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي أسفل الفيديو. ولحد هنا يا شباب هتكون حلقة النهاردة خلصت. بتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب أكون قدرت أساعدكم في حلقة النهاردة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جاية كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.